تخيلوا لو قعدتوا مع واحد بيقولك مفيش إله والكون ده صدفة، هتعملوا ايه؟ هتزعقوا؟ هتغلطوا فيه؟ ولا هتكونوا زي سيدنا إبراهيم لما واجه النمرود؟ سيدنا إبراهيم ما زعقش، لكنه خلى المنطق يتكلم. النمرود كان ملك متكبر مدعي الألوهية، فقال لسيدنا إبراهيم أنا بقدرتي أحيي وأميت، يعني يقتل حد ويطلق سراح حد. رد سيدنا إبراهيم الذكي فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يعني انت بتدعي انك إله، طب غير حاجة بسيطة زي شروق الشمس. اتصدم لأنه عارف انه مش هيقدر يعمل كده. في 3 حاجات نتعلمها من سيدنا إبراهيم في النقاش. أول حاجة، ما تبدأش بأنت غلطان، بدل ما تقوله انت جاهل اسأله انت شايف ازاي الكون متنظم بالدقة دي من غير منظم؟ لو موبايلنا محتاج حد يصممه بدقة، يبقى الكون بكل تفاصيله مش هيكون محتاج مصمم؟ اكيد ربنا خلقه بحكمة مش صدفة. تاني حاجة، استخدم امثلة بسيطة. سيدنا إبراهيم ما قالش كلام فلسفي معقد، تكلم عن الشمس، حاجة كل الناس تشوفها. تقدر تقول الدي ان ايه عندك معقد اكتر من اي برمجة كمبيوتر، مين اللي برمجه؟ تالت حاجة، مش لازم تكسب النقاش، الهدف مش انك تثبت انك اذكى، لكن تفتح عقله. لو حسيت انه متعصب قوله خلينا نتفق نختلف بس فكر في الاسئلة دي. سيدنا إبراهيم علمنا ان المنطق اغلى من الصراخ، الهدوء اقوى من الصوت العالي. المنطق بيوصل لقلوب الناس، مش كل نقاش يبقى معركة، ممكن يكون بداية هداية. ربنا بيقول وجادلهم بالتي هي احسن. يعني لو قابلت حد شاكك كلمه بمنطق وهدوء،